طيب، قبل أن أجيب على هذا السؤال بودي أن أجيب على تعليقك الأخير. نعم. قبل هذا الفاصل. نعم. يعني أنت قلت هل من عودة؟ نعم. وهذا سؤال مهم جدا. يعني نعم. قبل أن أرد على نعم، تفضل. يعني أقول أن كل أجهزة الاستخبارات العالمية تقول الآن بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، في الوقت الذي تخلف فيه المسلمون وانحصروا انحصارا حقيقيا في كل منحى من مناحي الحياة، والذي جنن الغرب حقيقة ودفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو دولتين عضوين في الأمم المتحدة، أفغانستان والعراق، مخالفين بذلك كل القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية وكل الأخلاقيات الدولية، بناء على كذب وافتراء واضح جدا كما اعترفوا بذلك مؤخرا. الذي دفعهم إلى ذلك أنهم كانوا قد تخيلوا بأنهم قد أحاطوا بالمسلمين إحاطة كاملة بعد أن فتتوا دولة الخلافة الإسلامية إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، فبعثروا إمكانات الأمة ونصبوا على هذه الدويلات أنماط من الحكم متعارضة حتى يضمنوا أن عدم إمكانية التوحد من جديد. ثم أقاموا الصراعات الحدودية والمذهبية والدينية والقبلية حتى يعني يمنعوا هذه الأمة من إعادة توحدها، لأنهم يعلمون أن بيننا من عوامل التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم. في عالم التكتلات الذي نعيشه يقول علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث. قالوا كل الكيانات الصغيرة ستبقى تابعة ذليلة للقوى الكبرى لا رأي لها، وهذا الذي نشاهده الآن، وهذا الذي دفع أوروبا على ما بينها من خلافات عرقية ولغوية ودينية واقتصادية أن تتوحد. 28 دولة لغاتها مختلفة وأعراقها مختلفة ومعتقداتها مختلفة ومستوياتها الاجتماعية مختلفة اتحدوا في دولة واحدة لها علم واحد ولها عملة واحدة ولها قيادة عسكرية واحدة وقيادة سياسية واحدة وبرلمان واحد. نحن أمة إلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة، أراضينا متصلة، تاريخنا الماضي القديم واحد، مشاكلنا الحالية واحدة، آمالنا المستقبلية واحدة، وهم لا يريدون لنا أن نتوحد. هذا العالم الذي تحاول الدول الكبرى في أن تبتلع الدول الصغرى والذي فتتوا فيه الأمة الإسلامية إلى هذه الكيانات الصغيرة وتحكموا في مصائرها ويحاولون أن يفرضوا قيمهم الهابطة عليها، يفاجؤون بأن المد الإسلامي عندهم أسرع مد في العالم. وهذا الذي جننهم حقيقة. كيف يمكن للإسلام والمسلمون بهذا التخلف أن ينتشر عندنا وينتشر بين أكبر رجال الفكر والرأي عندهم، يعني كبار أساتذة الجامعات، المفكرين، الفلاسفة،